السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد أستاذ محمد ميد، واليوم رجعنا لكم بقصة، لكن هذه القصة فيها عبر مرة كثير، فاسمعوها وأنت تقدر تستنتج من القصة هذه أكثر من عبرة. فقبل بداية المقطع أعطونا لايك وسبسكرايب، راح أدخلكم جو قصة راح تشوفوها معايا، أجيب لك سناك خفيف كذا تقدر تاخذ فيه مقطع حق 20 دقيقة. فيا ليتس جو. في وحدة من المدن اللبنانية كانوا في عائلة لبنانية متكونة من أب وأم وأطفال. هذه العائلة كانوا عايشين حياة جدا سعيدة، وكانت كل أمورهم عال العال. فالأم والأب كان عندهم طفلة عمرها تقريبا 6 شهور، فبسبب انشغالهم في وظائفهم راحوا وجابوا وحدة عاملة بحيث هي تقدر ترعى هذه الطفلة. بالفعل راحوا وجابوا عاملة، فكانت هذه العاملة تشتغل وتربي البنت، وكانت تهتم فيها من كل النواحي. زي ما قلت لكم عمر البنت تقريبا 6 شهور. هذه العاملة كانت تهتم فيها بزيادة، فلما شافت الأم أن هذه العاملة قاعد تعامل بنتها بهذه الطريقة، هنا الأم ارتاحت أكثر وأعطت هذه العاملة الثقة. فبعدها أم هذه الطفلة صارت تعامل هذه العاملة كأنها واحدة من العائلة. فالشيء اللي ما قلت لكم عنه أنه علاقة الطفلة مع هذه العاملة كانت علاقة جدا حلوة، وكانوا يحبوا بعض، وكان هذا الشيء الناس كلها بتلاحظه. طب خلونا نرجع لوالدة هذه الطفلة، إيش سوت بعد ما شاف هذا الكلام كله؟ من كثر ما انها كانت تحب هذه العاملة بسبب اهتمامها بطفلتها، من كثر ما انها كانت تعاملها كوحدة من العائلة، جهزت لها غرفة مجهزة من كل شيء. يعني كل سبل الراحة كانت موجودة في هذه الغرفة. يعني لما تدخل هذه الغرفة ما كانك داخل غرفة عاملة، لا، كانك داخل غرفة في فندق. طب خلونا نرجع بالزمن شوية، مين هذا الأب ومين هذه الأم اللي احنا بنتكلم عليها وإيش أساميهم؟ وخلونا نعطيكم تعريف كامل عليهم. الأم اسمها سحر والأب اسمه ياسر. هذول كانوا موظفين في وحدة من القطاعات في لبنان، فبسبب دوامهم ووظيفتهم هذه راحوا وجابوا عاملة بحيث تقدر ترعى بنتهم. وهذه العاملة اسمها بوزاي، وكانت تشتغل عند عائلة ياسر من عام 2009. طبعا عائلة ياسر كان عندهم عاملة من قبل، لكن صار ظرف ما وطلعت، فجابوا بوزاي بديل عنها. طبعا بوزاي كانت مهتمة في الطفلة سيلي لدرجة ما تتوقعوها، فكانوا يشوفوا فيها الاهتمام، وكانوا يشوفوا فيها حتى الأمانة، وكانت مهتمة في البيت كامل. فمن بعدها صارت جزء منه، وكانت سبب كبير في بساطة سيلين. طبعا سيلين هي البنت الصغيرة. هذه العاملة اسمها بوزاي، هذه تشتغل عند عائلة ياسر من عام 2009. طبعا عائلة ياسر كانت عندهم عاملة من قبل، لكن صار ظرف ما وطلعت من الشغل، فجابوا بوزاي بدلها. وبوزاي في البداية كانت مثال حي للأمانة، وكانت مهتمة في البيت كامل، وبالذات في الطفلة اسمها سيلين. بعد ما شافوا هذه الحوادث كلها، شافوا انها هي سبب كبير في بساطة سيلين، وشافوا ان هي الشخص المناسب لهذه المهمة. هنا اعطوها الثقة والامان ككل. وخلال 3 سنوات ونصف من شغلها مع عائلة ياسر الى هذه اللحظة ما كانوا يشوفوا منها الا كل خير. في يوم من الايام خرجوا الام والاب لدواماتهم، والاطفال راحوا لمدرستهم، وبقي في البيت العاملة وسيلين. وعلى الساعة 1 الظهر العاملة دقت على الام وقالت لها ان سيلين تعبانة وانها قاعدة تتعرق، ما هي عارفة كيف تتصرف. هنا الام على طول قالت لها جهز البنت وروحي للمستشفى وانا راح الحقك. وبالفعل بوزاي جهزت البنت وراحت للمستشفى. هنا الام اتصلت على الاب ووضحت له كل شيء، وقالت له انه انا كلمت العاملة انها توديها المستشفى، فانه انا راح الحقها وانت تعال، لانه كان من الواضح انه البنت كانت تعبانة مرة. هل كانت تعبانة بسبب التطعيم اللي اخذته قبلها بيوم عند دكتور العائلة؟ ما ندري، او معقولة في سبب ثاني. فاول ما وصلوا الى المستشفى سيلين كانت في حالة اغماء تام، فاول ما شافوها الدكاترة انها في حالة اغماء على طول سووا لها اللازم، ولكن للاسف في وقتها تاكدوا انها متوفية. فهنا الدكاترة ما قالوا للام انها متوفية، فهنا قعدوا يحاولوا تقريبا لمدة 45 دقيقة لعل وعسى يقدروا ينعشوها، لكن ما قدروا، لانه للاسف كانت نسبة الاكسجين قاعدة تقل شيئا فشيء. في هذه اللحظة وللاسف بلغوا والدة سيلين بان بنتهم متوفية. الأب والأم ما صدقوا خبر، كيف صار هذا كله؟ ما هو إحنا لما خرجنا الصباح ما كان فيها شيء، كانت عادية زي أي يوم تاني. إيش اللي صار في خلال كم ساعة هذه؟ من اللي كان معاها أصلا؟ كيف أساسا طلعت بهذه الطريقة؟ يعني معقولة اللي صار كان بفعل فاعل؟ طيب لحظة، لو كان فعل فاعل مين ممكن هذا؟ طيب الشيء اللي زاد حيرة ان هذه القضية ما كان فيها اي دليل واضح. يعني مثلا جثمان الطفلة ما كان في اي اثر للعنف فيها، فبالتالي
ممكن انها تكون وفاة طبيعية. وبسبب غرابة الحالة بلغوا رجال الامن. فاول ما بلغوا رجال الامن في البداية الاب ياسر هنا اتهم التطعيم وقال انه ممكن انه يكون فاسد او ممكن انه يكون منتهي الصلاحية بسببه راحت البنت. لكن الاطباء قالوا له شغلة مرة مهمة، قالوا حتى لو انه التطعيم فاسد او انه منتهي الصلاحية مستحيل تطلع الاعراض نفس كذا. لكن الحالة اللي جات فيها سيلين كانت صعبة، لانه الحالة كانت فيها علامات غريبة. يعني مثلا كان في لون ازرق على شفايفها، وكانت في سوائل قاعدة تخرج من فمها، وفي تغيير حتى في لون العين. هل معقولة هذا بسبب تطعيم؟ كانوا يقولون له مستحيل، لانه التطعيم ما يوصل لهذه الاعراض. لكن لحظة، لو كلام الاطباء صح معناته ان سيلين كانت مخنوقة. طيب ايش السبب؟ ليش القضية هذه بالذات كانت معقدة؟ هنا بعد الاطباء اكدوا ان في نسبة انخفاض الاكسجين في الدم في الوقت اللي جات فيه سيلين، فكان هذا الشيء ملحوظ. بعد الحوادث هذه كلها راحوا ونقلوا الجثة للطب الشرعي. خلونا ندخل في القصة هذه من ناحية الطب الشرعي. الطب الشرعي يقول ان الدم كان يحتوي على كمية كبيرة من البارتسيميول والكافيين. يعني هل معقولة البنت تعرضت لمؤثر خارجي؟ فالشيء اللي طلع في التقرير انه قلب سيلين توقف بدون اي عنف، يعني ما كان في احد ضربها ولا في احد دفها ولا في اي احد. طب كيف راحت كذا؟ هنا الاب بعد ما سمع هذه التقارير وكلام الاطباء وكلام الطب الشرعي شك بشيء، لكن ما كان يبين لاي احد، فراح على طول وقال انا بشوف كاميرات البيت. كانت الكاميرات في هذاك الوقت في بيت ياسر كانت متطورة. فاول ما فتح الكاميرات هنا شاف في اشياء غريبة، سواء كان من بنته او حتى من العاملة. لانه في البداية لاحظوا انه بنت سيلين في قبل وفاتها بساعة تقريبا خرجت من غرفتها وراحت لغرفة بوزاي، وبعد لحظة خرجت من غرفة بوزاي اللي العاملة كأنها تجري وكأنه في احد قاعد يلحقها. وبعدها شاف الكاميرات ان بوزاي كانت في المطبخ، كانت كأنها قاعدة تحضر لشيء. والشيء اللي كان صادم أكثر إنه الكهرباء انقطعت حوالي 20 دقيقة، يعني الكاميرات طفت لمدة 20 دقيقة. فبعد 20 دقيقة رجعت الكاميرات. فأول ما رجعت الكاميرات والد سيلين لاحظ شيء. فوالد سيلين لاحظ إنه قبل ما تنقطع الكهرباء بشوي لاحظ إنه بوزاي هي اللي طفت الكاميرا. هنا الأب استغرب على طول وراح عند بوزاي وقال لها إنه أنت ليش فصلت الكهرباء في هذه اللحظة؟ فقالت له إنه أنا دائما بسوي هذه الحركة لما أنا بجي بركب لمبة جديدة، يعني بكون بطلع لمبة محروقة بجي بركب لمبة جديدة، فأنا بسوي دي الحركة دائما، ما في شيء غريب. لكن الأب لاحظ شيء على بوزاي، كانت متوترة. هنا ما كثر معها كلام، فرجع شاف الكاميرات مرة ثانية. فلما رجع للكاميرات شاف ان سيلين كانت نايمة وكانت مغطية وجهها. وبعدها شاف بوزاي وهي كانت قاعدة تقرب من سرير سيلين، كانت قاعدة تلمس سيلين من تحت الغطاء بطريقة غريبة، كأنها قاعدة تتأكد من شيء. وطريقة لمس يدها انها كانت بتتأكد هل هي حية ولا متوفية. في هذه اللحظة لاحظ الأب أن المخدة تحركت، فعلى طول هنا شك أنه البنت ممكن تكون مخنوقة، وهذه الحركة الوحيدة اللي ممكن ما تترك أي أثر. لما شاف بوزاي وهي قاعدة تتصل على الأم وتقول لها أن بنتك تعبانة في المكالمة كان واضح عليها القلق، بس لما رجع للفيديو كأنها قاعدة تمثل، لأنها لما قفلت الجوال تصرفت عادي، راحت وخرجت زي ما كانت تبغى. على عكس الحالة اللي كانت تتكلم فيها الأم، هنا على طول الأب شك وراح بلغ الشرطة وقال لهم كل اللي شافوا في الكاميرات. فأول ما وصلوا رجال الأمن هنا بوزاي ارتبكت وقالت على طول ايوه أنا اللي قتلت سيدي. في هذه اللحظة كانت في صدمة كبيرة من العائلة وحتى رجال الأمن. طيب السؤال، هي ليش قتلتها أصلا؟ وإيش الأسباب اللي ممكن تخلي وحدة تقتل طفلة؟ في نفس هذا الوقت رجال الأمن راحوا وتأكدوا 100% أن اللقاح اللي أخذته كان سليم. ويعني هذا الشيء أن كل الأدلة والتهم اللي كانت ضد اللقاح كانت غير صحيحة. طيب لحظة، بعيدا عن كل هذه الأمور بوزاي اعترفت ان هي اللي قتلتها. لكن الصدمة راح تعرفوا لما مين هو اللي اقنع العائلة انه هذا التطعيم ممكن انه يكون سبب. ايوه هو هذا الشخص اللي انت فكرت فيه او فكرت فيه صح، هي بوزاي اللي قالت للعائلة انه التطعيم ممكن يكون سبب في حالة سيلين الغريبة. فكانت تقول لهم بطريقة مباشرة او حتى غير مباشرة، يعني كانت لما تقول هذا الشيء بطريقة غير مباشرة كانت تقوله في المستشفى. فهذا الكلام اثر على تفكير العائلة لدرجة انه الاب شك في الموضوع. فهذه
هذه كانت أول قصة ألفتها بوزاي. فهنا الأب والأم رفضوا يشرحوا جثمان سيلين لأنهم يقولوا خلاص بوزاي اعترفت إن هي اللي قتلتها، لكن خبراء الطب الشرعي قالوا لازم إحنا نشرحها عشان نعرف سبب الوفاة الحقيقي، لأنه العلامات الخارجية ما راح تعطينا أي شيء يخلينا نعرف إيش سبب موتها الحقيقي. فهنا بوزاي تقول إنها قعدت عليها لفترة جدا طويلة حتى أغمي عليها، فتقول بعدها أنا أخذتها بالمخدة، وهذا السبب إنه ما في أي علامات للعنف وخاصة في منطقة الرقبة. فبوزاي قالت إنها سوت هذا كله في الفترة اللي طفت فيها الكهرباء. لكن خلوني أقول لكم حاجة، ترى هذا الكلام اللي قالته كان في أول التحقيق فقط، لكن بعد كذا مرة ثانية رجعت وغيرت في كلامها، لأنها قالت إنها اعترفت تحت تهديد الأب. طب لحظة، هو الأب ليش بيهددها؟ هل معقول الأب؟ لا ما أتوقع، لا. فاسمع معايا القصة الثانية اللي قالتها. يقول بوزاي انه بعد ما قبضوا عليها دخلت بنت لبنانية الى مكان الاحتجاز حقها، كانت تهددها وكانت تقول لها انه انت قولي انه انا اللي قتلت سيلين. فتقول في هذه اللحظة اعطتني دواء، فالدواء هذا بسببه انا ما كنت اقدر اسيطر على نفسي، وكنت اعترف بكلام غير الحقيقة وكانت تحت التهديد. لكن لحظة، هي تقول ان اللي جاب هذه البنت هو ابو سيلين. فتقول السبب ان هذا الشيء لانه الاب كان متزوج على سحر بالسر بدون ما حد يعرف، وان الزوجة الثانية كانت تجي للبيت في الوقت اللي تكون فيه سحر برا البيت. ولما شافت بوزاي الزوجة الجديدة، هنا ابو سيلين مسكها على طول على الجنب وقعد يهددها وقال لها انه لو تكلمتي ممكن اني اطلعك برا البيت، ممكن حتى اطلعك برا لبنان. فبوزاي كانت تقول انه انا كنت احب ام سيلين، فعشان كذا انا ما كنت ابغى تصير اي مشكلة كبيرة وانا اكون سبب فيها او تنفصل حتى من زوجها. فكانت تقول ان اللي قتلت سيلين هي زوجته الثانية، وسيلين شافتها اكثر من مرة. فهنا الزوجة الثانية خافت ان سيلين تعلم امها وتقول لها بكل شيء شافته، فعلى طول قررت انها تقتلها. وبعدها ضربت بوزاي على راسها وفقدت الوعي. فاول ما صحيت تقول انها شافت سيلين كانت فاقدة الوعي. فعلى طول هنا انا اتصلت على الام وقلت لها تجي. لكن لحظة، هم هنا اساسا ما اقتنعوا بكلامها، لانه الكلام كان كله متناقض. والشيء اللي اكتشفوه كمان انه كلامها اساسا لما حققوا معاها زياده اكتشفوا ان الكلام اللي كانت تقوله كان كله كذب، لانه في نفس اليوم بالذات في هذاك اليوم اللي قاعده تقول عليه ما في اي بنت دخلت مكان الاحتجاز. فهنا بوزاي اول ما شافت ان كلامها ما كان مقنع وكلامها ما دخل في راس رجال الامن، هنا قالت انا راح اقول لكم الحقيقه كلها. اسمعوا معايا تفاصيل القصة الثالثة، 4 قصص في قصة واحدة. فهنا بدت في القصة الثالثة، والمتهم كان كمان أبو سيلين. فتقول إن هذه المرة ياسر إنه حاول يعتدي علي وأنا كنت أرفض، لكنه هو كان يهددني ويقول لي إنه أنا راح أسفرك على بلدك. فتقول هنا إن سيلين يوم من الأيام شافتهم كان في منظر مخل بالآداب. فتقول إنها سوت هذا الشيء في لحظة كانت فاقدة الوعي، لأن هي عندها حالة عصبية، وبسبب هذه الحالة لأنه في يوم من الأيام وهي صغيرة تعرضت للاعتداء في بلدها. الشخص اللي اعتدى عليها قتل أمها وحرقها قدامها. فهي في هذه اللحظة العصبية قالت إنها شافت سيلين قدامها وقتلتها. المشكلة ترى مو هنا، المشكلة ورجال الأمن قاعدين يراجعوا القصة يقول لكم اكتشفوا إن هذه القصة صحيحة بالفعل، إنه في واحد اعتدى عليها وقتل أمها وحرقها قدامها، لكن في نقطة في جزء كانت تكذب فيه. أيوة هو بالضبط، هي نقطة علاقتها مع الأب ياسر. يعني هذا الجزء كان فقط من تأليفها، وبسهولة قدروا إنهم يعرفوا هذا الشيء. في هذه اللحظة راحوا الشرطة وفتشوا غرفتها، فاللي اكتشفوه انه على مدار ال3 سنوات ونصف اللي اشتغلوها انها قاعدة تسرق من بيت ياسر بدون ما حد يحس، كانت تسرق الذهب والفلوس بدون ما حد يعرف. الى ان جاء يوم من الايام وشافت سيلين كل شيء، لانه في هذاك اليوم فجأة دخلت عليها الغرفة، وبالصدفة لانه في نفس الوقت العائلة كانوا مجهزين نفسهم عشان يهاجروا على كندا، وكانوا يبغوا يخلوا بوزاي في لبنان. فلما شافت سيلين المسروقات هنا بوزاي خافت انها تقول لأحد، فقررت انها تقتلها، لكن قتلتها بطريقة صعب انه في احد يتخيلها. فتقول في البداية واول خطوة سويتها اني انا فصلت الكهرباء، وبعدها جبت سيلين وجلست عليها لفترة طويلة حتى فقدت الوعي، وبعدها غطيتها بالمخدة الى ان فقدت التنفس بالكامل. فلما تأكدت انه سيلين كانت فاقدة الوعي ترى هي مخططة كل شيء، كانت مخططة انه وفاة سيلين ما تكون فيها اي شبهة جنائية. يعني هي ما قتلتها على طول، لا خلتها لين تفقد الوعي وتروح المستشفى وهناك تموت. يا الله يا
بعض القصص ما ادري كيف. هنا اول ما سمعوا رجال الشرطه هذا الكلام حكموا على ابو زايد بالسجن لمده 20 سنه مع الاعمال الشاقه، لانه في القانون اللبناني ما في اي حكم اعدام. في نهايه المقطع لايك وسبسكرايب وتابعوا القناه، اتمنى صدق الحق.